صباح الخير، اهلا وسهلا في عودة الدراسة. يا سلام. بجد يا جماعة انا معرفش انا سعيدة كده ليه. سعيدة جدا جدا ان انا نازلة الجامعة. قولوا لي ليه؟ معرفش طبعا. ما عنديش اي فكرة. ما انا كنت في الجامعة اصلا يعني من شهر عشان التدريب الصيفي، ما كنتش طايقاها ساعتها. بجد كنتش طايقاها ولا طايقة اللي جاب فكرة التدريب الصيفي ولا اي حاجة، بس دلوقتي انا مبسوطة. يا جماعة جبت لانش بوكس وحاجات ما شاء الله. اكتشاف اللانش بوكس ده وانا في سنة تالتة. كنا عايشين حياتنا على بطاطس حلب الشهباء، انا واصحابي يعني. بس خلاص من اول السنة دي هناكل اكل كويس، هنظبط الدنيا ان شاء الله. المهم يا جماعة، انا المشروب ده مش شاي اخضر. تخيلوا مش شاربة شاي اخضر، تخيلوا شاربة ايه؟ استنى هوريكم. رويال بتاع النشاط. بجد معرفش ليه بس هو ريحته تحفه. انا اديته لاختي تجربه، قالت ان هو حلو قوي ودوقته لي برده كان حلو. فقلت لنفسي ان انا بجد عايزه اجربه جدا. من انا مش محتاجه اصلا حاجه تديني نشاط لان الحماس بتاعي كفايه يعني، بس برضه حاسه ان انا مش هشتغل. بس يا جماعه اتقلبت كتير فوق بعض. دي على فكره طبقتين. دي بطاطس اختي جايبه ده انا عملتها امبارح. ايه ده؟ العيش حلو قوي ده، العيش اللي هو ودي جبنه بالخيار. عيش فات صح؟ اسمه ريفي. صباح الخير. امبارح ما كلمتكمش بعد ما رجعت من الجامعه علشان نمت. عارفين بجد رجعت من الجامعه ونمت على طول وما كنتش بقى قادره خالص يعني. عارفين يا جماعه اول يوم مدرسه لما نروح المدرسه الجو يبقى حر بقى ونرجع مفرهدين كده وننام، هو ده اللي حصل لي امبارح. بس صحيت النهارده الصبح، عملت شاي الاخضر وجهزت الشنطه، عملت اللانش بوكس وعملت كل حاجه. وانا جاهزه دلوقتي عشان انزل، بس لسه بصراحه بدري. لسه يعني مش هروح الجامعه بدري بصراحه واقعد لوحدي، فهفضل قاعده في البيت ادور على اي حاجه اعملها اسلي نفسي. ممكن اكتب يومياتي، اعمل جورنالينج. جماعه لو مش متابعيني على انستجرام فانتوا فايتكم ان انا بنزل كل يوم ستوري فيها سؤال لكتابه اليوميات. اسئله كتابه اليوميات فعلا بتفيدني جدا 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 في ان انا اكتشف نفسي واتعرف عليها واحبها واشوف ايه نقاط ضعفي وايه نقاط قوتي. بجد يا جماعه بجد مفيده جدا بالنسبه لي، وانا متاكده انها هتكون مفيده جدا بالنسبه لكم، عشان كده بشاركها معاكم كل يوم. فابقوا روحوا شوفوها وبس كده. يلا بينا نبدا يومنا. هي كل حاجه محسوبه، لو زاد بيأثر على المكونات. اول ما رجعت قررت ان انا عايزه اعمل جدول لحياتي مش جدول للمذاكره بس. فقسمت الجدول وكتبت الاسبوع بتاعي، وبعد كده بدات ان انا اكتب المواعيد بتاعه المحاضرات باللون الاحمر، والمواعيد اللي انا عايزه اذاكر فيها المواد المعينه باللون الاخضر. وبعدين حطيت بقى وقت يعني للروتين الصباحي والروتين المسائي ووقت للشغل، وقت لكل حاجة. طبعا انا متأكدة ان انا مش هلتزم بالجدول ده 100%، ولكن بحب على طول ان انا يبقى عندي حاجة ارجع لها، علشان لما احس ان انا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي او ورايا مليون الف حاجة اعملها، فيبقى الاولوية للحاجة اللي انا المفروض اعملها دلوقتي وخلاص. فبحس ان يعني ده بيرتب لي فعلا افكاري اكتر، حتى لو مش هلتزم بيه 100%. يا جماعة ما فيش حد بيعمل جدول يلتزم بيه 100% بصراحة، يعني بيكون في كده هفوات بصراحة يعني. ده اللي انا عملته يعني. وانتوا كمان يا جماعه انصحكم ان انتوا تعملوا كده، اعملوا جدول كده للاسبوع بتاعكم، مش بس المذاكره، اي حاجه تانية انتوا بتعملوها جنب المذاكره. لو عندكم تمرين، لو عندكم حاجه تانية بتعملوها، بتشتغلوا اي حاجه، حطوا لها فعلا وقت في حياتكم علشان يبقى دماغكم مترتب. كتكوت قوي يا مريم بجد. احمد وسناء ترجو. لا هو كده كلنا نحط لنا سكورنا. ماريا احمدي ربنا يبارك لك 11 يعني ايه هدى صفر عشان انت كسبتي. ماشي اوكي. على فكره يا عم نجز خسران. وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده. صباح الخير يا جماعه. النهارده يوم ان شاء الله يكون يوم رائع. انا صاحيه مبسوطه بصراحه،
والجو بقى برد جدا. قولوا لي انتوا كمان حاسين ان الجو برد ولا ايه؟ انا بجد وانا نايمه كنت بردانه جدا، بس صحيت النهارده من بدري وعملت حاجات الصبح، فحاسه ان انا مبسوطه الحمد لله. ويلا بينا ننزل الجامعه. احنا عايزين نروح صورة واحنا لابسين كبات كلنا كده. صباح الخير يا اصدقاء. دلوقتي عندي جامعة طبعا، بس انا قلت لنفسي هصحى بدري قبل الجامعة وهقعد اذاكر. هحاول ان انا اعود نفسي ان انا اذاكر الصبح قبل الجامعة. انا عمري ما كنت بعمل كده بصراحة، كنت بصحى على ميعاد الجامعة واروح، بعد كده مذاكرتي كنت تبقى بعد الجامعة. بس بعد الجامعة بقيت مشغولة جدا، هحاول بقى ان انا اعوض ده. فهنذاكر سوا دلوقتي على فكرة. برضو يا جماعة سمعت فيديوهات عن خاصية كده جوجل عاملاها للستودنتس، يعني اسمها نوت بوك LM. المفروض ان انا لو حطيت فيها الماتيريال بتاعت الدكتور بتاعتي مثلا، هو هيعملي نوتس عليها، تمام. وممكن كمان ان هو يعمل بودكاست بين شخصين عن الماتيريال بتاعت الدكتور. فبجد انا حاسه انها حاجه رهيبه ومحتاجه فعلا ان انا اجربها. معرفش اجربها دلوقتي ولا لا، لان انا يعني وقتي محدود على ما انزل الجامعه. فهحاول ان انا هخلص مذاكرتي بسرعه. عندي النهارده سكشنين مايكرو بيولوجي. انا كده كده خدت مايكرو اصلا في سنه اولى، فاول سكشنين دول اصلا مراجعه على الحاجات اللي خدناها في سنه اولى يعني. فمش حاجات جامده قوي يعني، مش حاجات جديده عليا. فهقعد اذاكرها يا جماعه. عندي حته ماده الترم ده يا نهار ابيض بجد، اسمها بايو انفورماتكس. اوكي، حرفيا الدكتور كانت بتشرح انا مش فاهمه اي حاجه. يا ريتني انا بس السكشن كله مش فاهم اي حاجه. يا ريت السكشن بس طلعنا بره نشوف السكشن التاني كلهم مش فاهمين اي حاجه برضو. الدفعه كلها مش فاهمه اي حاجه. والدكتور قالت لنا انها صعبه جدا فعلا. فهنشوف. المفروض بايو انفورماتكس دي يعني خلاص بقى اساس بايو تكنولوجي يعني، حاجات كده. وصعبه جدا يعني من اول سيكشن. يا رب تسهل، يا رب تبقى اسهل الايام الجايه. المهم يلا بينا بقى نبدا نذاكر، عشان مش عايزه ارغي كتير ما اعملش حاجه اللي انا عايزه اعملها. اهلا يا جماعه، انا كالعاده نازله الجامعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا، وبس يلا سلام.